السلام عليكم، معاكم رمزي ابو زيد من باد بويز. الموتوسيكل اللي معانا النهارده هو بطل موتو جي بي لسنه 2021، وعايز اقول لك الموتوسيكل ده يعتبر تاني اقوى موتوسيكل في العالم كده بعد الاتش 2. وكمان عايز اقول لك حاجه، الموتوسيكل ده اقوى من الاس 1000. انت متخيل موتوسيكل اقوى من الاس 1000؟ معانا ومعاكم سوزوكي جيكسر 1000 دبل ار 100 ليميتد اديشن. بما اننا قلنا اللي هم ده بطل الموتو جي بي، فهم نزلوا الشكل ده، وده تقريبا النسخه رقم 12 منه. هبقى اوريكم الختم بتاعه فين بالظبط. الموتوسيكل ده مواصفاته 999 سي سي، بيطلع 198 هورس باور، والعزم بتاعه 117.6 نيوتن متر على ار بي ام 10800. خليني اقول لك ان الموتور الفي في تي ونظام العادي من تيونينج الفا ونظام التي اف اي بتاع الانجكشن، كل دول خلوا الموتوسيكل في حته ثانيه خالص من القوه. وتعالى نتكلم عن نظام الفي في تي، وهو انهم حاطين 12 كوره فولاذ جوه ترس الكتينه، وده بيفرق في السرعات الواطيه. طول ما انت ماشي على ار بي ام واطي هتلاقي ال 12 كوره دول بيقربوا من مركز الترس، لكن اول ما تعلى بالار بي ام ال 12 كوره دول هيبعدوا وهيضخوا قوه اكتر للترس، وبالتالي قوه اكتر في الموتور. الريد لاين بتاع الموتوسيكل ده 14000 ونص، وبيجيب من 0 ل 100 في ثانيتين بوينت 7، والتوب سبيد بتاعه 335 كيلو متر في الساعه. وده الجزء الامامي في الموتوسيكل. هنا المساعدين هتلاقيه مختلف عن الجيكسر الالف الار الواحده، ودوت عندنا هنا 2 ديسك و4 بيستم. هنا قطر تقريبا الديسك دوت 320 ملم، والكاوتش اللي قدام 17 70 120. الموتوسيكل ده فيه حوالي 8 سنسورز، بس اهم سنسور فيهم اللي هو اسمه اي ام يو. الاي ام يو سنسور دولت المهندسين بتاع موتو جي بي هم اللي طوروه، وده بيشتغل في الست اتجاهات والثلاث محاور بتوع الحركه اللي هي الاكس والواي والزد. وبسبب السنسور ده بيخلي التراكشن والفرامل والميلان اكتر دقه عن الموديلات اللي فاتت. الموتوسيكل دوت كويك شيفتر. الكويك شيفتر اللي في البايك دوت بيلد ان، يعني نازل مع البايك من الشركه نفسها، وفايدته انه بيخليك تنقل من غير ما تمسك دبرياج، يعني فعلا هيحسسك احساس انك في تراك وماشي في سباق حقيقي. بس فعلا اللي بيميز الكويك شيفتر ده انه شغال بنظام اسمه اوتو بليب، وفي تراكشن كنترول. ولو عايزني افهمك يعني ايه التراكشن كنترول اكتب لي دلوقتي تحت في الكومنتات، وانا هعمل لك فيديو مخصوص يعني ايه تراكشن كنترول. هنتكلم دلوقتي عن الشاسيه. الشاسيه دوت هو تقريبا نفس الشاسيه اللي في الجيكسر 750. الشاسيه اللي في الموتوسيكل ده سمكه 20 مللي ووزنه اقل 10% من الموديلات اللي فاتت. كمان المقصات اللي في الموتوسيكل ده جديده واخف وسمكها ارفع عن كل الموديلات اللي فاتت. كل ده بيديك اقصى اداء خصوصا وقت الميلان. دلوقتي بقى بما ان ما شاء الله الموتوسيكل دوت فيه تعديلات كتير جدا، فانا هجيب لكم صاحب الموتوسيكل عشان يتكلم عنه. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله زي الفل. طيب هتكلمنا بقى على الموتوسيكل. الاول نبدا بالعداد. طيب تعالى بقى هات العداد. ورينا ندور الموتوسيكل. هو الموتوسيكل بسيط جدا، فيه 3 مودات A و B و C، والتراكشن بتاعها 10 مودات بالظبط. هو التراكشن كنترول 10 تراكشن كنترول، وانت بتختار مود A و B و C. اوكي. مود A ده اللي هو الفول باور، البي بيبقى اقل حاجه بسيطه، السي بيبقى بتاع الرين اللي هو بيبقى هاف باور. اوكي جميل. معانا التراكشن كنترول من 1 ل 5، بتثبت على المود يقوم ناقل. خلاص الحته دي بدون، بتدوس تكتين على المود بيبقى معاك 10 تراكشن كنترول من 1 لحد 10. تمام. جميل. الموتوسيكل ده فيه تعديلات كتير قوي. نبدا من الفول سيستم اكزوست. ده ارو ايفو فول سيستم تيتانيوم، كله تيتانيوم لحد الهيدرز، من العلبه لحد الهيدر. جميل. معانا الموتوسيكل طبعا متوطي بالكامل، من قدام متوطي، وورا فيه بروكس لورنج لينك من تحت. جميل. الموتوسيكل طبعا فيه سيراميك بيرنج، في السلايدرات التيركس، الاشارات اليوشيمورا، في البلوك اوفس البروكس، في سبورت اير فلتر MWR، وطبعا السكرينه WRS. والموتوسيكل ده طبعا معمول في قطر، متون عند ألف ريفورمنس. كان بيطلع حوالي 194 حصان على العجله،
وحوالي الموتور بيطلع حوالي 225. طبعا الجكسرات كلها بيبقى عندها مشكله الوابل على السرعات العاليه، فاحنا حاطين الجي بي ار دي بيبقى مساعد اتزان زائد الستوك اللي بيبقى موجود، فبيساعد على ثبات الموتوسيكل على السرعات العاليه. وبالمناسبه احنا كنا عاملين بقى فيديو عن الوابل، لو انتم ما شفتوهوش هبقى هحطه لكم في الايفون. نسمع صوت الموتوسيكل من وهو بارد.